على هذه الظروف ليسجل ثاني أهدافه عن طريق حمادي أحمد. هدف أشعل المدرجات وأعطى الأمل لأنصار الفريق الأزرق. ولكن بشار يحاول، بشار سدد الكرة ولكنها صدت مرة أخرى خطيرة. جول 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 لحمادي. عدى بالخطأ همام، تصويبة قوية. عميد ميدو يلعب كرة أمامية خطيرة جدا. عماد، كرة لا تزال، خطرة حمادي جول لمصلحة نادي القوة. هنا امتلاكة سريعة، هنا فرصة جول. لعبها من طرف متواجد، خطر ينفذ والكرة إلى الشباك من خلالها الهدف الأول في همزة تضيع. ركلة الجزاء إذا تنفذ والهدف الثاني يأتي. كرة ملعوبة عالي بالراس وهدف أول. الهدف الأول. كرة إلى همام يحاول يتخلص، ياخذ مساحة على جهة اليمين، قريب منه عمار كاظم. همام يتخلص بمهارة، همام يقدر يحول كرة خطيرة جول. حمادي مصدر طبعا 11 ما يقاتل، وهدف أول سريع لصالح القوة الجوية. لاعب جديد بالتخصص من مدرب القوة الجوية، استغلال الكرة الماضية. الهدف الثالث. كرة ملعوبة الآن عرضية خطيرة. فرصة معلم. التسجيل من اللاعب حمادي أحمد المتخصص والهداف. حمادي يتمكن نعم 1-0 وخطر. نفس الوسط أيضا بطل المجموعة الثانية سيلاقي ثاني المجموعة الرابعة، والهدف الثاني والعملية أصبحت سهلة. حمادي. لاحظوا هذه الثغرات، ويبدو أن الثالث قادم، ويبدو الثالث قادم. عيد سامح يلعب الكرة مرفوعة داخل منطقة الجزاء وبالراس. الله، وصلت علي غريوم التعادل. جول. لاعبي الجيش السوري يريدون أن ننتقل في المباراة. لاحظ زكريا القدور، واقف زكريا. بالنسبة لبطولة دوري أبطال آسيا، ولا عرضية بعد ذلك المحاولة العراقية. والقوة الجوية ينقص بقوة على مرمى فريق نادي كربلاء. عماد يحسن البديل. حمادي جول. أحمد يحاول سدد يا أمجد. كرة أمجد سدد. جول. القناص والمرعب يهز الشباك بالدقيقة 70. كل العرضية أن تأتي بشيء جول.